السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا شاركتكم الفيديو بتاع العزومه وما ينفعش ان انا ما شاركوش الفيديو بتاع المواعين. يعني زي ما شفتوا معايا الحلو تشوفوا معايا الجزء السيء من الموضوع، مش سيء ولا حاجه، بس اللي هو ايه، الجزء المرهق من الموضوع. هو رمضان في مصر حاجه تانية فعلا، والسر مش في التفاصيل ولا حاجه، السر في المواعين. عايزه اقول لكم دي كميه المواعين او كميه المواعين اللي انتوا شايفينها ديت، مع اني كنت طول النهار يعني وانا بعمل اي حاجه بعملها بغسلها. فدلوقتي هعمل معاكم المواعين دي على يومين. ليه بقى؟ لان احنا اول يوم العزومه ما بنبقاش قادرين اصلا نعمل حاجه، هنحاول ننقذ ما يمكن انقاذه، ان احنا نشيل الحاجات الباقيه في التلاجة، عشان طبعا لو سيبناها هنصحى نلاقيها باظت، واحنا طبعا بنبقى عاملين حسابنا ناكل منها يومين 3 ولا حاجه. فلازم بقى نشيلها بقى في التلاجة كده زي ما انتوا شايفين، وهنبدا نغطيها. الحاجه اللي عايزه تتغطى زي ما انتم شايفين، القطايف غطيتها عشان ما تنشفش او ما تجلدش بمعنى اصح، والمحشي برضو حطيته في التلاجة. وكل حاجه احنا بقت منها لازم تتحط في التلاجة فورا، او مثلا تتفضى في اطباق. يعني يوم العزومه دوت ما ينفعش ننام. يعني انا كنت حرفيا لسه هستسلم وهنام، قلت لا، على الاقل اشيل الاكل الباقي عشان ما يبص، وهبدا بقى انضف كل حاجه، لان المطبخ يعني عايزه اقول لكم مش اتمرمط بس، هو اتهان عشان كنت طبعا بعمل بسرعه، واللي هو عايزه انجز اكتر وقت ممكن، اللي هو يعني فبحاول بقى ان انا اعمل اي حاجه. وعايزه اقول لكم والله طول النهار كنت بغسل، يعني ما كنتش غفلانه يعني على المواعين، وكل ما اخلص حاجه اروح غسلاها. طبعا شايفين البوتاجاز يعني شكله لا يسر عدو ولا حبيب. طبعا ديت الماسوره طبعا مش هنستخدمها في حاجه تانية خلاص، احنا خدنا الشوربه بتاعتها فهنرميها. وده البانيه هنشيله طبعا في طبق كده وهنغطيه برضو. يعني لازم يوم العزومه دوت نيجي على نفسنا شويه ونعمل الحركه ديت. انا نمت ساعتين وقمت كملت اللي انا عملته دوت، عشان ما اصحاش الاقي الحاجه بايظه. طبعا ان انا عملت نص المطبخ، ان انا مثلا عملت الرخامه ولمعت الاجهزه والكلام دوت، وكمان هلمع البوتاجاز. وتاني يوم بقى هنستفرد بالمواعين. كده انا غسلت البوتاجاز زي ما قلت لكم، ان انا مش بغسل البوتاجاز باي حاجه الا ان انا بحط عليه كاتل ميه سخنه وبلم الحاجه اللي عليه، لان ما بحبش اغسله بمنظفات كتير، لان الطبقه دي بتاعه الاستانلس بتبهت كده وما تبقاش حلوه. انا يا دوبك بس بلم اللي عليه بميه دافيه، وكمان في الاخر خالص كده بعمله بصابون عادي، اللي هو البريل العادي دوت، بدون اي حاجه، حفاظا على ايدي وحفاظا على البوتاجاز. هشيل بقى العيون طبعا عشان هي برضو اتبهدلت، هشيلها وهشوف هعمل فيها ايه دلوقتي. عايزه اقول لكم انا ما ارتحتش نفسيا الا لما عملت الموضوع ده، مع اني ما كنتش قادره خالص، كنت خلصانه. حتى كنت صليت اليوم ده وانا قاعده من كتر ما انا ظهري وجعني. بس قلت لا، مش هينفع ان انا انام خالص قبل ما اعمل الموضوع دوت، ان انا على الاقل اخلص نص المطبخ. هنا بقى كان في دهون موجوده على العين دي بالذات، فقلت احط عليها سترس كده عشان يعني ما تتراكمش. تمام. همسحه بقى كده وهلمعه كله زي ما انتم شايفين اهوت. زي ما قلت لكم ما حطيتش اي حاجه خالص الا يعني ميه مغليه وصابون معين فقط. هبدا بقى اخد العيون ديت واحطها في ميه كده على البوتاجاز ان هي تتغسل. وهقول لكم احطه على الميه دي ايه دلوقتي. هسيب العين دي بس عشان لازم احط عليها ايه الميه. وكمان العين دي ما بعرفش اشيلها خالص، يعني زوجي هو اللي بيشيلها لي، بس في الايه كل 100 سنه مره. زي ما انتم شايفين حطيت على الميه ديت كربونات، وحطيت كمان خل، وهسيبهم يغلوا كده مع بعض، وهسيبهم لحد الصبح. هنا بقى لمعت الميكروويف والاجهزه، وكمان لمعت البوتاجاز، وفاضل الجزء دوت هو اللي لسه ما خلصش، هسيبه بقى بكره وهرجع لكم تاني. طبعا ايه، لازم المع الارضيه عشان لو حور دخلت المطبخ ما تطلعش بقى تبوظ بقيه الشقه والكلام ده. فلمعت الارضيه طبعا برضو قبل ما انام. تعالوا بقى تاني يوم هنمسك المواعين. ايوه المواعين كتير وكل حاجه، بس احنا لما نقسمها هتفرق معانا جدا، وهنحس ان احنا بننجز، مش ان احنا محتاسين كده في المطبخ ولا اي حاجه، لا هنحس ان احنا بننجز. عايزه اقول لكم في ناس حاليا بقت معتمده الاطباق الفل والكوبايات والكلام دوت، وكنت هعمل كده بس حرفيا يعني اتحركت، اللي هو قلت لا مش هينفع، مع انه اريح بكتير. مش عارفه يعني هل حد بيعمل دوت وهل الناس ما تبقاش زعلانه مثلا؟ يعني ما كنتش شايفه انه لطيف خالص ان احنا نحط للناس في اطباق فل وكوبايات بلاستيك. ممكن الكوبايات تمشي عادي، لكن اطباق فل دي هتبقى صعبه، اللي هو يعني الواحد يتعب بعد العزومه، لكن يبسط الناس اللي جايين له، ما يحسسهمش ان هم تقال عليه في ان هو مثلا يحط لهم في اطباق فل او الكلام دوت. عايزاكم تكتبوا لي كده في الكومنتات ده تفكير صح ولا غلط، يعني ان انا اعمل كده بعد كده ولا لا. عشان لقيت ناس كتير فعلا وكاتبين على الفيس ان هم بقى معتمدين اطباق الفل ديت والكوبايات في ان هم يخلصوا من المواعين بتاعه العزومه في نفس اليوم. وادعوا لي كده في الكومنتات ان انا اجيب غسالة اطباق ان شاء الله رمضان الجاي يكون عندي غسالة اطباق كده، وعشان ظهري خلاص في ذمة الله.
هنا طبعا زي ما انتم شايفين بدأت بالكوبايات الاول، وبعد كده هبدأ بالاطباق الازاز عشان دي اكتر حاجة بخاف عليها ان هي تتكسر. هنبدأ بالحاجات الازاز كلها، سواء كوبايات بقى سواء اطباق سواء اي حاجة، ان هي تتكسر في وسط الحاجة ديت. عايزه اقول لكم الاطباق البورسلين ديت بتبقى شكلها تحفه جدا جدا في العزومه. انا كنت جايباها بعد الجواز. عايزه اقول لكم ما بستخدمش الصيني، يعني هي خلتني استغنى عن الصيني خلاص كده. زي ما قلت لكم ان احنا بنغسل الازاز الاول، وبعد كده بقى ايه يعني اللي هو انا اي نعم كنت باخد فواصل كده بين في المواعين، بس ما كانش عندي في اليوم التاني ده حاجه الا ان انا اغسل مواعين، حتى كان عندي بواقي الاكل طبعا. يعني خلاص اللي هو يا دوبك سخنتها قبل الفطار كده بنص ساعه او كمان ب10 دقايق، خلاص اللي هو كانش قدامي حاجه غير المواعين. وطبعا انا بدات بسلكه بس هبدا اغيرها في نص المواعين كده عشان هي خلاص اتهلكت، فهبدا اغيرها. وزي ما قلت لكم ان انا بقيت استخدم مؤخرا السلك، لان هو بحس ان هو بينظف بضمير تمام. بس طبعا لازم نستخدم نوع سلك كويس ما يسودش ايدينا، يعني نكون حد واثقين فيه ونشتري منه. زي ما انتم شايفين المواعين هي خلاص ما خدتش وقت خالص، والله بالنسبه لي ان هي خدت ساعتين بالظبط، وكنت مخلصه كل حاجه لان انا كنت مرتبه وكنت عامله المطبخ على يومين. ان انا اول يوم نظفته خالص وشلت اي بواقي وكده وكمان الزباله ما كانتش موجوده، فدي بتخليني مرتاحه نفسيا جدا وانا في المطبخ لما الزباله ما بتكونش موجوده. اخر حاجه بقى زي ما انتم شايفين هي الحلل. بسيبها بقى، بكون سايباها تتنقع اصلا، وايه في الاخر خالص بقى بغسلها وبعمل لها برضو سلكه جديده عشان عايزاها تلمع. يعني مش عايزاها بس ان انا اغسلها كده، لا عايزاها ان هي تلمع وترجع جديده زي ما كانت. انا مؤخرا بقيت احب الالمونيا برضو، انا بقيت ست بيت او ام كده مؤخرا في نفسي، لان الالمونيا فعلا بتبان عليها النظافه. شايفين كده خلاص كده لازم زي ما قلت لكم برضو ان احنا في الاخر خالص نصبن الحوض ونصبن حوالينه، عشان دوت بيبقى يعني متنطور بقى عليه حاجات كتير قوي واحنا بنعمل العزومه او احنا بنغسل مواعين. فلازم ان احنا نصبنه كويس جدا، عشان لو احنا سيبناه مره على مره هنلاقي شكل السيراميك بقى يعني مش كويس خالص. وطبعا ده بالنسبه للناس اللي عندها سيراميك، لكن اللي ما عندهمش سيراميك حوالين الحنفيه دول لازم يلزقوا حاجه، عشان يعني من حين لاخر ان هم يغسلوها او ان هم يشيلوها ويغيروها، لان فعلا حاجه يعني مستفزه. وهنرص بقى الازايز اللي انا بستخدمها على طول كده جنبي، عشان يعني زي الكلور زي الداوني زي الكلام دوت. زي ما قلت لكم لازم نصبن الحوض كانه حاجه من ضمن المواعين بالظبط، يعني مش ان احنا نسيبه كده ونمشي وخلاص، لا. وكده بقى خلاص المعركه خلصت، وشغلت بقى البخور وشغلت الليد دوت. يعني صراحه بقى بخرج بقى ان بحس براحه نفسيه. ولمعت طبعا المطبخ كده من بره لانه كان يتلحوظ برضو، وفرشت المشايه بتاعه المطبخ كنت برضو شلتها وغسلتها. وبكده بقى الفيديو بتاعنا خلص، مع السلامه.